Israel wanted to hurt these countries. That's the point. Wanted to hurt these countries. Wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably not, hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries, which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. صدمة كبيرة. إسرائيل كانت تخطط لزرع متفجرات وقنابل داخل الدوحة في قطر وداخل الرياض في المملكة العربية السعودية لإحداث تفجيرات واتهام إيران بها للوقيعة بين دول الخليج وإيران. النهاردة الاثنين 2 مارس 2026 الساعة دلوقتي 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون في حلقة البودكاست الخاصة به اللي نشرت من ساعة تقريبا على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بيكشف قنبلة مدوية عن أغراض لئيمة وخبيثة لإسرائيل، هذا الكيان المحتل في حربه مع إيران، للوقيعة بين الخليج العربي تحديدا السعودية وقطر وبين إيران. بيتكلم تاكر كارلسون إنه المشاهد اللي حصلة دلوقتي في استهداف دول الخليج وصفها إن هي حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إسرائيل، وإنها صديقة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إسرائيل، وأن أمريكا لديها قواعد عسكرية في هذه البلدان، وأن هذه الدول هي حليفة لنا منذ زمن طويل وعلاقتنا بها علاقة قوية جدا. لكن مشاهد مطار دبي اللي فاضي وطالع منه الدخان، دبي مطارها من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، مكان راقي جدا، مكان فخم جدا، مكان قبلة ووجهة لناس كتير في العالم. ده كلام تاكر كارلسون نصا، وبالتالي بيقول إنه مؤلم جدا بالنسبة لنا إن احنا نشوف دبي في هذه الحالة، نشوف الإمارات في هذه الحالة، مؤلم جدا إن احنا نشوف قطر أو نشوف السعودية بتعاني بهذه الطريقة. لكنه قال مفاجأة مدوية، قال إن إسرائيل من مصلحتها إنها تؤذي إيران وتؤذي دول الخليج. إسرائيل من مصلحتها إنها تشوف دبي فيها تفجيرات بالشكل ده، وتشوف قطر وتشوف السعودية بتتعرض لقصف إيراني. بدأ يشرح تاكر كارلسون فبيقول باختصار شديد لأنه إسرائيل مش عايزة السعودية وقطر والإمارات تبقي على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي منافس لهذه الدول في المنطقة، ولأن هي بتتنافس على من له النفوذ الأكبر في هذه المنطقة، وبالتالي إسرائيل من مصلحتها إنها تدمر هذه الدول بل تؤذيها بشكل كبير في هذه الحرب. وبعدين رمى القنبلة المدوية، قال إن أول امبارح وفقا لمصادره هو السلطات السعودية والسلطات القطرية ألقت القبض على عملاء للموساد الإسرائيلي داخل البلدين بيحاولوا يزرعوا متفجرات وقنابل عشان يعملوا عمليات ينسبوها بعد كده لإيران. قال إزاي يا جماعة؟ طب مش احنا المفروض في معسكر واحد؟ هو بيقول مش المفترض ان الدول دي مع إسرائيل وأمريكا بيحاربوا إيران؟ مش المفترض ان كلنا في معسكر واحد؟ بيقول لا، إسرائيل تريد إيذاء هذه الدول، إسرائيل لا تريد الخير لهذه الدول. عرفتوا ليه؟ في حملة معمولة عشان توريط الخليج العربي في مواجهة إيران. احنا دلوقتي بنعرف، وتاكر كارلسون لن يغامر بمصداقيته وبمتابعيه وهيقول معلومة زي كده من غير ما يكون متأكد منها. أنا معرفش السعوديين هيطلعوا يقولوا إيه، القطريين هيطلعوا يقولوا إيه، لكن تاكر لن يتحدث بهذه المعلومة دون مصدر يكون متأكد منه 100% إنه في عملاء للموساد الإسرائيلي اتقبض عليهم في قطر والسعودية كانوا بيزرعوا متفجرات في البلدين. ده يمكن يفسر لنا التفجير بتاع منشأة رأس تنورة بتاعة أرامكو في السعودية، يمكن يفسر لنا بعض التفجيرات اللي حصلت في الدوحة. ما بقولش إن إيران مش بتستهدف، ما بقولش إن إيران لم تقصف هذه البلدان إطلاقا، بس أنا بتكلم في تفصيلة أن إسرائيل لديها مصلحة فيما يجري، والكلام ده على عهدة تاكر كارلسون. إلى أي مدى إسرائيل بتعبث بأمن الخليج؟ إلى أي مدى إسرائيل بتدمر الأمن القومي الخليجي؟ إلى أي مدى إسرائيل هي اللي بتقود حملة توريط دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية في مواجهة مباشرة مع إيران؟ المستفيد الأول والأخير ستكون إسرائيل. تدمير دول الخليج، استنزاف موارده، استنزافه اقتصاديا، استنزافه عسكريا، تدمير السعودية، تدمير إيران، إضعاف قطر،
مش هقول الإمارات لأن الإمارات متحالفة مع إسرائيل، وفي النهاية تكون إسرائيل هي القوة الوحيدة الحليفة للولايات المتحدة والقوة الوحيدة التي لديها نفوذ قوي في منطقة الشرق الأوسط.